السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم سارة. لا اول مرة هتشوفيني او هتشوفي القناة، تنزلي تحت الفيديو تشتركي وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك اشعار بيه على طول، فتقدري تتفرجي على الفيديو. كمان ما تنسينيش في اللايك عشان اللايك تفاعل بيرفع الفيديو يوصل البنات كلها، فالكل ان شاء الله يقدر ان هو يستفيد بالمعلومة. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله بإذن ربنا هكلمكم عن موضوع مهم جدا. هكلمكم عن بنوته كانت عندي هنا في القناه وربنا كرمها بثلاث توائم ذكور. هي مش من مصر ولا من السعوديه ولا من العراق ولا من الجزائر، هي من اليمن. ربنا يا رب يكملها على الف خير ويقومها بالف سلامه. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان هي عملت وصفه سبحان الله، يعني سبحان الله، يعني ربنا فعلا قادر على كل شيء. عملتها عشان حدوث الحمل ولقت نفسها ان هي حامل في ثلاث توائم. طبعا انا عايزه اقول لكم ان الثلاث توائم دي مش حاجه سهله ابدا، هي حاجه صعبه. احنا ممكن يكون معظمنا او نفسنا ان احنا نحمل في توائم، او بتكون رغبه جواكي ان انت نفسك تحملي في توأم، ولكن هي بتكون حاجه صعبه شويه. طبعا حملهم بيكون صعب، بيكون اعراض الحمل مضاعفه عندك، بيكون تعب الحمل مضاعف عندك، فهي مش حاجة سهلة، ولكن هي حاجة مرغوب فيها، او معظم الناس بتكون عندها رغبة في الحمل في توأم، لان طبعا بتكون حاجة مفرحة او حاجة بتدخل الفرحة على القلب. فمعظم اللي بيكون عايز حمل في توأم بيكون نفسها في، يعني هي بتحب الاولاد او نفسها ان هي تجيب عيالها مرة واحدة وتريح نفسيها. فهو دايما احنا كنا يعني يمكن الموضوع ده بيبقى اكتر عند الناس اللي هي لسه ما حصلش حمل عندها خالص، او الناس اللي هي بتكون حملت، يعني اول حمل ليها، اول حمل ليها. دايما احنا كان بيبقى عندنا الرغبه كده اول حمل كده نقول يا رب نجيب توأم، لسه بقى مجربناش العيال ورزالتهم والحاجات اللي هي ايه الصعبه دي احنا عارفينها يعني. فيلا بينا كده نشوف ايه هي الوصفه وعملت ايه وربنا كرمها بتوأم ازاي. خليكم معايا، بس قبل ما ابدا هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اشرف الانبياء وخاتم المرسلين، عليه افضل الصلاه واتم التسليم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد من الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. قولوا آمين. يلا بينا كده ونشوف الفيديو ونشوف هي عملت ايه بالظبط، عشان انتوا كمان تعملوا انتوا كمان الحاجات دي، وربنا يكرمكم ان شاء الله ويكرم كل مشتاق ويكرم كل اللي عايز، وما يحرم حد ابدا يا رب العالمين من الذريه الصالحه. يلا بينا كده ونشوف الفيديو. بصوا يا احلى بنات في الدنيا، اسمعوا مني الكلمتين دول وافهموهم زي ما انا هقولهم بالظبط. اولا كده هي كانت بتاخد الفوليك اسيد فتره طويله، خدته شهرين قبل الحمل، شهرين قبل الحمل. كانت بتاخد كل يوم حبيتين، مش حبايه واحده. بعد الغدا، بعد الغدا كانت بتاخد حبيتين من الفوليك اسيد بعد الغداء. اي نوع فوليك اسيد بقى، عشان في ناس هتقولي فوليك اسيد ايه، هو اسمه فوليك اسيد، اي نوع بس بدون تدخلات، يعني بدون فيتامين ب والحاجات دي كلها. تمام. خدته لمده شهرين قبل الحمل. كانت بتاخد حبوب رويال جيلي لمده شهر قبل الحمل، حبوب رويال جيلي. الحبوب دي موجوده في الصيدليه، كانت بتاخدها لمده شهر قبل الحمل كل يوم حبايه بعد الغداء مع الفوليك اسيد. كانت بتاخد ايه كمان؟ كانت بتاكل بطاطا وصفار البيض، البطاطا وصفار البيض عشان بينشطوا التبويض. طب هتقولي صفار البيض ده هو مش صفار البيض ده فيه نسبة كالسيوم فمش مناسب مع الحمل في ولد. هي كانت واخداه لمدة اسبوعين بس قبل الحمل، لو خدتيه لمدة اسبوعين مش هيأثر معاكي، لكن خدتيه فترة طويلة لا غلط. صفار البيض من نوع من الحاجات اللي بتزود الخصوبة جدا. تمام. غير كده هي كانت بتاخده وعاملة كل حاجة للحمل في ولد، يعني هي كانت عاملة كل حاجة مع وصل حمل في ولد. كانت بتاخد صفار البيض لمدة اسبوعين، والبطاطا الحلوة كانت بتجيبها وتهرسها وتحط عليها حب الرشاد وزبدة وحب الرشاد وبذور الشيا، وكانت بتحط عليها القرفة والزنجبيل، حب الرشاد وبذور الشيا والقرفة والزنجبيل. وكانت بتاكل كل يوم واحدة، وكانت بتهرسها وتحط عليها الحاجات دي وتاكلها كل يوم. تمام. دي انا كنت منزلها لكم في وصفة قبل كده، وهي كانت واخداها من عندي وعملتها. طيب هي كانت بتعمل كل الحاجات دي بس؟ لا، ما كانتش بتعمل كل الحاجات دي بس، هي راحت تبع التبويض وكانت عايزه
يحصل حمل في توأم. فالدكتور بدأ ان هو يديها حاجات معينة تنشط التبويض. هي كانت بتاخد حقن منشطات، يعني شوفوا عملت الوصفات اللي انا قلتها دي كلها وخدت حقن منشطة. كانت بتاخد الفوليك اسيد، كانت بتاخد حبوب رويال جيلي، كانت بتاخد البطاطا وصفار البيض كانت بتاكلهم، وكانت بتاكل الاكلات اللي هي بتزود الخصوبة زي الجرجير والفجل والحاجات اللي انا كنت بقول عليها كلها. راحت بعد كده عملت متابعه تبويض مع الدكتور. بعد ما عملت متابعه التبويض كتب لها على حقن منشطه اسمها جونا بيور. تمام، انا كنت قايله لكم قبل كده ان انت بتاخدي حقنتين اليوم السادس واليوم الثامن. حقنه جونا بيور هتاخديها اليوم السادس حقنه واليوم الثامن حقنه، ده لو بدون استشاره الطبيب. هي راحت بقى عملت استشاره للطبيب او راحت عملت متابعه تبويض. فالدكتور قال لها لو عايزه حمل في توأم بتاخدي منشطات. تمام، طبعا هي التبويض كان عندها كويس، يعني لما عملت المتابعه التبويض كويس، بس هي عايزه حمل في توأم، فالدكتور عايز يساعدها اكتر في الموضوع ده، فراح عطيها حقن منشطه. الحقن المنشطه اللي عندهم بتختلف عن كل بلد عن التانية. فانتي طبعا يفضل ان انتي تعملي متابعه تبويض وتشوفي التبويض عندك نظامه ايه، وبعد كده تاخدي الحقن المنشطه باستشاره الطبيب. بس لو عايزه تاخدي حقن جونا بيور، اسمها جونا بيور او غونال، دي كويسه جدا. دي تعتبر حقن منشطه بتاخديها اليوم السادس والثامن كل يوم حقنه، تركيز 75. تمام، اليوم السادس حقنه اليوم الثامن حقنه، وما بتاخديش اكتر من كده. تمام كده تمام كده. بعد كده ما خدتش حقنه تفجيريه ولا خدت اي حاجه، حصل الجماع في ايام التبويض اللي هو يوم نزول البويضه، ودي كانت متابعه بقى بالتبويض بالسونار. حصل الجماع يوم نزول البويضه. بعد ما حصل الجماع يوم نزول البويضه بدات تحس باعراض اللي هي اعراض الحمل. راحت عملت اختبار حمل، طلع ان هي حامل. بعد كده ما طلع ان هي حامل، بعد كده راحت تعمل سونار، طلع ان في 3 اكياس، الحمل 3 اكياس. بعد كده عرفت النوع ان هما 3 ذكور. فربنا يكرم كل مشتاق يا رب العالمين. دي التجربه اللي انا حبيت ان انقلها ليكم او اقولها لكم، وعقبالكم انتوا كمان زيها. وربنا يكرم كل مشتاق ويكرم كل اللي عايز ذريه صالحه. اللي نفسه في ولد ربنا يديله، اللي نفسه في بنت ربنا يديله، اللي نفسه في توأم ربنا يديله. دعوه من قلبي ليكم في البلد الطاهره اللي انا فيها. وربنا يكرم كل مشتاق يا رب العالمين، وما يحرم حد ابدا من الذريه الصالحه، ويجعل دعوتي مستجابه ليكم ان شاء الله باذن ربنا. بكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده وانهيت الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، وقدرت اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتم بتحبوها يا احلى واغلى اخوات ليا في الدنيا. اسيبكم في رعايه الله واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه اقول لكم ان اللي عندها اي سؤال بتتفضل تكتبه تحت الفيديو، وانا هجاوبك عليه ان شاء الله باذن ربنا. ولو انا ما جاوبتش اكتبيه في الفيديو اللي بعدها، يعني محدش يزعل. لو انا ما جاوبتش في الفيديو ده بيكون مثلا انا خدت جزء كبير من الاسئله، او انا مش فاضيه او ورايا حاجه او كده، فمحدش يزعل. تكتبيه في الفيديو اللي بعديه اللي انا بنزله بعديه، وان شاء الله باذن ربنا اجاوب عليكم جميعا وما اقصر مع اي حد فيكم باذن الله عز وجل. اسيبكم في رعايه الله وحفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.